يا جماعة، منتخب المغرب مجانين. تخيلوا أنهم بدأوا مشوار كأس العالم بخسارة أمام اليابان بهدفين، ثم بسداسية أمام البرتغال. ظن الجميع أنهم خارج المنافسة بنسبة 99%، لكن لا. يفوزون في المباراة الثالثة وبكم؟ 16 هدفاً مقابل 0، ويتأهلون كأفضل ثالث. ثم في دور 32 أمام أمريكا، المغرب خاسر بهدف، والأمريكان على بعد دقيقة من التأهل. لكن لا، هدف خرافي من عبد الله وزان في الدقيقة 90 يعيد كل شيء إلى نقطة الصفر، وتتجه المباراة إلى ركلات الجزاء. وأبو العروش يتألق ويهدي المنتخب المغربي التأهل وسط فرحة جنونية للجماهير واللاعبين. ما شاء الله عليكم وبرافو الأولاد، وإن شاء الله سيستمر هذا الجنون المغربي حتى نتوج بالكأس العالمية، ولم لا؟ ولكم التعليق.